عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. اخباركم ايه؟ ازاي الولاد؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمل مع بعض اكله حلوه كده، اكله من الاكلات الايه اللي بيقولوا عليها الاكلات الحرشه اللي بتفتح النفس، اللي بتاكل، اللي هي ايه بقى؟ النهارده عندنا كبده بانيه. تمام كده. ايوه، كبده بانيه اهي، مغسوله كويس جدا وبالليمون ومغسوله حلوه قوي، وحبه دقيق وليمون. انا صراحه بحب اغسل حاجتي بقى كده. في ناس تقول لك ما بنشطفهاش ومش لا، انا لازم اغسلها وبالليمون وده وده، اضيع منها اي ترابه، اي زفاره، اي حاجه. تمام كده. يبقى دي كده كبده بانيه عندنا، وعندنا طماطم. دي السلطه بتاعتها. انا بعمل الحقيقه معاها الكبده اللي هي البانيه ديت بالرده، بتبلها طبعا، وهقول لكم على التتبيله بتاعتها. بعملها بالرده، وبعمل معاها سلطه كبده وسلطه طحينه. تمام. سلطه الكبده عباره عن ايه؟ طماطم اهيت معصوره ومتصفيه، وادي لسان عصفور، 3 معالق كبار مليانين لسان عصفور. تمام كده. وادي معايا التتبيله بتاعتها اهي، توم وفلفل حامي وتوابل بقى، ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه. دي التوابل ايه اللي بتتحط عليها، على التوم يعني. وعندي كمان كبده عصافيري اهي، اللي هي بيقولوا عليها بقى بتتقطع، شعريه بتتقطع، مش عارف يعني كده. كبده عصافيري اللي هي بتتعمل بقى ايه؟ بالفلفل الرومي، والفلفل برضو ايه، التوم برضو وفلفل حامي. خلاص كده. لان انا هدق التومه دي مع الفلفل مع التوابل والملح، واخد جزء منها للكبده البانيه اللي هي بالرده، وجزء منها هاخده للكبده اللي هي الايه، العصافيري، اللي هي بتتعمل مع اللي هي الكبده الاسكندراني، يعني بتتعمل مع الفلفل الرومي. فانا هقسم التوم والفلفل الحامي ده ما بين الايه، صنفين الكبده. خلاص كده. هنبدأ مع بعض، اقول لكم هنعمل ايه وبعدين هرجع لكم تاني. يلا، هدق التوم بس الاول بتاعي مع الملح والتوابل. ده اول خطوة هعملها. بعد كده هقول لكم هنعمل ايه. يلا، مع السلامة. السلام عليكم. رجعت لكم تاني اهو. ادي كده الكبدة بتاعتنا اهي، اللي هي الشرايح البانيه. تمام كده. اهو. نحط عليها التومة بتاعتنا اللي هي ايه، مدوبة معاها التوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وفلفل حامي يعني، وفلفل حامي. تمام كده. بس انا هبدأ بيها دي عشان لازم تتبل الاول تتبيلة كويسة. فهمتوني ازاي؟ اه، عشان لازم تشرب من التتبيلة قبل ما اجهز بقية الحاجات، تكون هي شربت من التتبيلة. تمام كده. بس عشان هي دي هنقليها بايه، بالرد. انا لازم اشربها من التتبيلة حلوة قوي عشان تبقى متطعمة كده وطعمها حلو في الاكل. ايوه، تبقى التتبيله كده، والتتبيله فيها فلفل حامي تمام، مع الثوم مع التوابل ومع الملح اللي قلنا عليه. تمام. لازم برضه اقلب فيها شويه عشان لازم تتشرب، مش هحطها كده واركنها تتشرب ازاي. لازم اقلب التوابل بتاعتي كويس، بصوا كده وكده، عشان خاطر تدخل فيها كلها يعني. اه، ايوه، عشان انا هركنها واقوم اشتغل في حاجات تانية عبال هي ما ايه، بتشرب من التتبيله. تمام كده. تمام 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 كده، حلو قوي. ايوه كده، التتبيله دخلت فيها كلها. بس كده انا بقى مطمنه ان هي بقت زي الفل. تمام. يلا هنقوم بقى ايه، نكمل مع بعض بقيه الحاجه على الايه، على النار. يلا بينا. السلام عليكم. هنبدا مع بعض. دي حله هي صغيره، هحمر فيها ايه، ال3 معالق لسان العصفور اللي انا عايزه احمرهم. تمام اهو.
دي كده ايه اللي انا بعمله؟ سلطة الكبدة اللي هي البانيه اللي هي بالردة دي كده، اللي في المحلات سلطة الكبدة بتاعت الايه المحلات اهو. اعمل لكم اكل المحلات عشان محدش يشتري من بره، اوفر وارخص وانضف وكل ما تتخيلوا بقى، قولوا زي ما انتوا عايزين. حمر بقى لسان العصفور الاول، خليكوا ايه معايا في الخطوات عشان ما تعكسوش اي خطوه، لان لو عكستوا اي خطوه الحاجه هتبوظ منكم. يعني حطيت الزيت المقدوح بتاعي اللي بشتغل بيه، وهحمر فيه بقى، بحمر فيه ايه 3 معالق مليانين كبار من لسان العصفور. وطبعا دي حسب الكميه والافراد، يعني انت لو عامله عندك حد جاي وبتعملي كميه هتزودي. انا عامله ان احنا برضو ايه، يعني احنا اللي هناكل، مفيش حد ايه معانا هياكل معانا يعني. لسان العصفور اهو على وشك ان هو ايه يتحمر اهو. بصوا عايزاه يتحمر تحميره كويسه، ما يبقاش فاتح. تمام، زي ما بنحمر شعريه الرز كده، فهمتوني؟ لونها الذهبي الحلو الجميل. لسه هو برضو ايه مكملش التحميره بتاعته. انتوا معايا؟ وطي النار شويه عشان ايه عاليه شديده كده. لسان العصفور بتاعي بقى اللون اللي انا عايزاه. هنزل بنص معلقه توم. شايفين المنظر ده؟ ده المنظر ده هو ده اللي انا عايزاه. اتحمرت التومه اهي، في ساعتها اروح نازله بايه بالطماطم بتاعتي. طبعا انا حطيت الطماطم اللي هي متصفيه وطبعا ايه مصفياها بعد العصير، يعني مصفياها وحطيتها فوق لسان العصفور وفوق ايه وفوق التومه. طبعا عملت نار جامده جدا ما ال... ما لحقتش اللقطه تيجي في الموبايل، فانتوا خلوا بالكم وطوا النار قوي ما تيجوا تحطوا الطماطم على التومه وعلى لسان العصفور عشان ما تعملش زي ما عملت معانا كده. وطوا النار قوي، لا اما كمان تطفوا عليها وتهدى شويه وتروحوا ايه حاطين الصلصه ما تهدى الاحسن، يعني لان انتوا لو وطيتوا هي برضو سخنه جدا. فهمتوني؟ اه كانت سخنه مولعه قوي قوي على فكره. فانا هحط بقى كده تتسبك، هوطي عليها قبل ما اجهز حاجه كده وهرجع. انا لازم اوطي عليها، فهمتوني؟ هي هتتسبك مع لسان العصفور مع التومه قبل ما اعمل حاجه وهقول لكم هي ايه. بس هاي هغطي عليها واسيبها على نار هاديه واطيه خالص، ايه لسان عصفور يستوي في قلب الطماطم ديت. خلاص كده، يلا مع السلامه. السلام عليكم، رجعت لكم اهو. دي كده الكبده بتاعتنا الشرايح البانيه. بقلبها تاني برضه اشربها شويه قبل ما اشتغل عشان ايه تبقى طعمها متطعمه حلوه قوي. ايوه تبقى شاربه من التومه والتتبيله الجميله دي. تمام كده. انا هعمل ايه بقى؟ هاخد في قلب الرده، شايفين بقى الرده اهو. شايفين المنظر الجميل ده اهو. دي رده ناعمه يا جماعه، تجيبوها بقى اكياس مغلفه، تجيبوها سايبه، تجيبوها زي ما انتوا عايزين. انا الحقيقه جايباها سايبه من عند العطار اللي بتعامل معاه، حاجته نضيفه وزي الفل حقيقه يعني. اهو تمام. ادي ايه قطعه الكبده. انا الحقيقه هقوم اقلي دي لوحدها الاول عشان هقول لكم ليه دلوقتي. فهمتوني؟ يعني انا مش هكمل دلوقتي كل ده الا لازم اقوم اعمل حاجه الاول. اهي
خدتها على الطبق اهو، وهقوم اعمل ايه بقى، هقوم اقليها وهقول لكم ليه برضو دلوقتي. يلا بينا نقليها بقى. يلا هنبدأ نقلي بقى مع بعض شريحة الكبدة اللي انا قلت لكم هقليها. اما اخدها بالشوكة بتكرمش، فانا عايزاها مفرودة الحقيقة. ايوه اهي، مش هقلي غيرها دلوقتي، وهقول لكم طبعا ليه. اهي هعلي النار كده عشان اخلص. اهي حمرها كده تحميره كويسه. طبعا اللسان عصفور على النار، موطيه عليه زي الشمعه، موطيه عليه جدا عشان بيستوي في قلب صلصه الطماطم. قلبته وبقلبه تاني وانا واقفه اهو برده عشان دي لازم اشوحها شويه زياده، مش هطلعها فاتحه زي الباقي عشان انا محتاجاها كده. يعني انا ببقى قاصده كل حاجه عاملاها عشان تديني الطعم والشمخه بتاعه الحاجه اللي انا هعملها. بس هغطي على الزيت وبعدين هكمل اللي انا بعمله، وبعد كده هنكمل القليه. اهو القطعه بتاعتي اللي انا محتاجاها، هقطعها بقى بالشوكه كده والسكينه. ايوه قطع كده صغيره جدا، وطبعا هقول لكم ليه دلوقتي. تمام، اقطعها كلها وبعدين اقطعها قطع صغيره. ممكن اقطع قطعة تاني يعني واعمل قطعة تاني، بس الحقيقة الكبدة مش كتير عشان اهدرها. انا برضو محتاجة اخد الطعم. بره بقى بتوع الكبدة ما بيعملوش كده، مش هيهدروا الكبدة، بياخدوا الفرافيت اللي بتطلع من الزيت والقلية ويعملوها بقى. هقول لكم دلوقتي لما تشوفوا انا بعمل هتعرفوا انا اقصد فهمتوني؟ اهو لازم افصل كله، لازم تبقى قطع مفككة من بعض. انا ممكن احطها فوق بعضها كده عشان اقطع مرة واحدة واخلص. كده احط كل كام قطعة فوق بعض واقطعهم كده. اهو فهمتوني ازاي؟ ادي دول كمان فوق بعض عشان اخلص بس، واروح مقطعهم قطع صغيرة خالص كده. انا طبعا مش هقطع كذا شريحة، خسارة. نعم هي حلوة بتدي طعم وكل حاجة وكده كده برضو هتتاكل، بس ما تتاكل شرايح في الساندوتش كده غير ما تتقطع بقى فهمتوني؟ اهو بحاول اقطعها برضو اصغر كمان كده، حلوة اوي. فهمتوا ليه انا كمان حمرتها بزيادة، نشفتها عشان تديني الريحة والطعم يبان فيها، يبان اكتر، بما اني مش حاطة كمان كبدة كتير في قلب الصلصة ديت، فانا حمرتها بزيادة عشان تدي تبقى ريحتها اقوى شوية. فهمتوني؟ بس يلا بينا على البوتاجاز عشان نشوف هنعمل مع بعض. دلوقتي اديني رجعت تاني اهو. عملت شايفينها الكبده اللي انا قطعتها هحطها فين؟ في قلب الصوص بتاع الطماطم اللي هو بيستوي في قلبيه لسان العصفور اللي حمرناه مع التومه. وخلوا بالكم تحطوا صلصه الطماطم وهي
وهي سخنة قوي لانها بصراحة عملت نار عالية وربنا ستر يعني. ف يبقوا اطفوا بقى النار تهدى شوية وروحوا حاطين الطماطم بتاعتكم. ما تحطهاش والتومة سخنة وال... ولسان العصفور سخن متحمرين مع بعض. بصوا بقى انا حطيت ايه اهي، حطيت حتة قطعة الكبدة اللي قطعتها في قلب الصوص ده. دقيقة ولا دقيقتين كمان هطفي عليها لان هي كده تعتبر خلاص. لازم تغلي برضو مع بعض عشان تشرب من طعم قطعة الكبدة اللي انا حطيتها. هناك بقى في المحلات بياخدوا من اهو، وغطي عليها وخلاص على كده. رجعت لكم اهو تاني عشان ايه نعمل بقية الكبدة بقى اللي هي البانيه، نعملها في قلب الايه الردة عشان ايه نكملها بقى كلها ونقليها. انا خلاص خدت كفايتي في قطعة الكبدة اللي حطيتها في الايه في الصوص الطماطم اللي هو فيه لسان العصفور، فهمتوني، والتومة. بره بقى في المحلات ما كملناش كلامنا. بره في المحلات بياخدوا بقى الزيت اللي طالع من الكبدة ويحطوه بقى في ايه في سلطة الكبدة دي. لكن انا بحب اقطع قطعة كده عشان تدي طعم. وطبعا بما اننا بنشتغل شغل البيت بنعمل حاجاتنا نظيفة بقى، ما ناخدش من الزيت بقى اللي هو طالع منها من الآلية وقصة، فاهمين اقصد ايه؟ لا، نعمل حبة زيت نضاف ونشتغل بيهم زي ما شفتوني كده، حاطة زيت نضيف قدامكم وايه، ورحت محمرة فيه لسان العصفور ونزلت بالتومة وبعد كده بالطماطم. بس النصيحة ما تنزلوش بالطماطم على طول، اطفوا النار شويه وروحوا حاطين الطماطم لان هي عملت نار عاليه جدا يعني، عشان ده سخن وده سخن ففارت كده في ساعتها، فهمتوني. اه بس انا هبدر بقى الكبده بتاعتي كلها وهرجع لكم تاني نقلي مع بعض. خلاص كده، يلا مع السلامه. السلام عليكم، رجعت لكم تاني عشان نكمل بقى مع بعض بقية قلية الايه الكبده البانيه اهي. عملتها كلها بالرد اهي. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. لسه الزيت بيسخن، نصبر عليها ثواني. عشان ايه الردة ما تسقطش منها، بس لازم الزيت يبقى سخن شوية. انك مني معلية افتكرته ايه، افتكرته سخن بس هو ما سخنش حقيقي. هيبدأ يسخن اهو. تمام. يلا ناخد كده ايه القطع الصغيرة دي عشان ايه زي ما تمام. طبعا مش هتقل عليها قوي في القلية، مش زي القطعة اللي طلعناها لصوص الطماطم، لا طلعها فاتحة شوية عشان تبقى فيها لحم، ما تبقاش ناشفة، تبقى طرية كده في الأكل، فهمتوني؟ أيوه، مش عايزة انشفها، عايزاه اللي ياكل يبقى طرية كده وحلوة. حط كمان قطعة كده. ايوه يجيبك ايه احمر اللون الذهبي الفاتح الجميل ده. لسه شوية. ريحتها بقى مش قادرة اقول لكم، ريحتها في الحقيقة في منتهى الجمال اللي خلقه ربنا حقيقي يعني. طبعا التتبيلة اللي بالثوم دي بتخلي اي حاجة طبعا مش محتاجة كلام يعني. مش عايزة اغمقها زي ما اتفقت كده معاكم. طلعها فاتحة شوية عشان تبقى ايه طرية وحلوة، فهمتوني ازاي؟ ايوه
لان انا لو نشفتها غمقتها هتنشف، وانا مش عايزه كده، عايزه اللي ياكل تقطم معاه تبقى فيها لحم طري كده وحلو. فهمتوني؟ طلع معاكم اول طاسه، وبعدين ايه، وبعدين هبقى اكمل الباقي بقى انا مع نفسي. روعه روعه روعه، من اجمل ما يكون. طلع بقى كده، وبعدين اوريها لكم في الطبق عشان خاطر ايه، تبقوا شايفين لونها اكتر، يبقى اللون بتاعها باين لكم. تحطوا ايه، نكمل كده عشان ما نسيبش زيت في الطاسه فاضيه. ايوه، حاجه اقول لكم الحقيقه، ولا اروع ولا اجمل. بس عشان الزيت ما يتحرقش، ايوه لازم تنزلوا بالحاجه على طول عشان الزيت ما يتحرقش منكم. تمام كده. ايوه. ايوه، هنشوف مع بعض لونها بقى اللي انا عايزاه عليها اهو. شايفين؟ متبقاش ناشفه، تبقى طريه كده وحلوه. بس هطلعها كمان، هطلعها كمان افتح من كده، يعني انا كمان هطلعها افتح من اللي في الطبق اللي طلع ده. قلبت اهو وهطلع. فهمتوني ازاي؟ ايوه، مش عايزاها تنشف منكم خالص، تبقى طريه وحلوه. شفتوا عامله ازاي لونها؟ هطلع طاسه كمان وهوريكم لونها. خليني معاكم كده لغايه ما اطلع اللون اللي انا برضه عايزاه افتح بقى كمان، عشان انا مش عايزاها ناشفه حقيقه. ايوه كده لونها احلى واجمل، تطلع طريه احلى. هوريها لكم دلوقتي عامله طالعه ازاي. حط بس الاول ايه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وافردها بايدي كده وانا بحط عشان ما تتكشش مني برضو. عايزاها تطلع ايه، مفروده. فهمتوني ازاي؟ هطلع دي كمان حلوه قوي عليها كده. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ولازم تكش كده بس مهما كانت اي كبده لازم تكش شويه. بصوا بقى المنظر اللي انا عايزاكم تطلعوه عليها، عايزاها طريه اهي، طريه خالص، محدش ينشفها. انا كده هقلب اهو، مخدتش ثواني. تمام كده يعتبر خلاص. يفضل ايه، طاسه كمان، يبقى انا خلصت الكبده اللي هي ايه، الصنف الاولاني. اللي هي ايه بالرده كده، اللي بالرده كده ايه، يعتبر خلاص.
خلصنا الكبده بتاعتنا على فكره كده خلاص. عايزه اوريكم بقى ايه الشكل النهائي بتاعها. يا جماعه الكبده بتاعتنا الجميله اهي، حاجه روعه في منتهى الجمال. هنطفي بقى عليها عشان نعمل الكبده التانيه العصافيري اللي هي الاسكندراني دي. كده الكبده، شكل الكبده بتاعنا النهائي طريه خالص اهو. فهمتوني؟ ما تنشفوهاش، لو نشفت منكم هتبوظ. يلا بينا عشان نبدا في الكبده التانيه. السلام عليكم. جبتلكوا اهو، حطيت شويه زيت عشان نعمل مع بعض الكبده العصافيري او الكبده الاسكندراني، ليها كذا اسم. نحط ايه؟ التوم بتاعنا اللي احنا دقينه، والفلفل الحامي والفلفل الاسود والكمون والكزبره والملح. تمام. ايوه، نقلبه شويه كده يدبل بس. انا مش هخليه يصفر ولا الحاجات دي خالص، انا بس بقلبه في الزيت ادبله بس كده. هو المفروض يبقى ني زي ما هو، مش يتحمص ويستوي ويغير طعم الاكله، لا. وادي الكبده بتاعتنا، نزلت بالكبده على طول. اول ما قلبت التوم تقليبه واحده في الزيت نزلت اهو بالكبده، ما استنيتش ولا حاجه. ننزل بايه؟ بطشه خل، معلقه خل كده. تمام. بتدي للكبده ريحه حلوه مع التومه، تديلها ريحه وطعم حلو جدا. تمام. نزلت معلقه خل هم اللي بناكل بيها، مش هكتر في الخل ولا حاجه ما تبقاش زعق. ايوه، دي بقى طريقه المحلات اللي هم بيعملوا كده، حطوا طشه الخل دي كده. ايوه تمام. هفضل بقى كده اقلب فيها واشوحها لغايه ما اوصل لدرجه معينه وهرجع لكم. اهي شفتوها عامله ازاي؟ دي بيقولوا عليها التقطيعه دي شعريه، عشان متقطعه شرايح بالطول يعني، مش مربعات، لا. فهمتوني ازاي؟ هي دي اللي بيشتغلوا بيها في المحلات، مش بتتقطع المربعات المكعبات دي، لا. هي زي ما هي كده. بس هي بقى هتستوي في قلب الزيت والتومه بتاعتنا ومعلقه الخل، وهرجع لكم تاني. يلا مع السلامه. فين وصلت ليه؟ المنظر ده، الشكشكه دي انا دي اللي انا عايزاها. اعتبر كده شربت ميتها، وعايزه انا بقى الشكشكه دي. في الوقت ده هعمل ايه؟ هنزل بقى بالفلفل. الفلفل بتاعي يبقى على خضاره، ومش عايزاه يدبل قوي ولا يتهري، انا عايزاه زي ما هو كده في خضاره. ايوه، مش عايزاه يدبل ويستوي قوي ويتهري في قلبها، لا. انا عايزه المنظر الجميل ده، الخضار الجميل ده، هو ده اللي انا عايزاه في قلب الكبده. والكبده دي على فكره التومه اللي هي محطوطه لها في قلبها فلفل حامي، انا دقه الفلفل الحامي مع التومه. فهمتوني؟ ايوه، هي عليها فلفل حامي بس مش كتير، زي ما انتوا عارفين انا مش بكتر فلفل كتير في الحاجه بتاعتي. ولازم الفلفل يتحط كده، يتحط كده ايه وبعد ما الكبده خلاص تبقى استوت وشربت ميتها، تشوح كده تشويحتين يا دوبك يدبل بس، مش يتهري يعني. محدش يحط الفلفل من بدري، ريحته بقى مش قادره اقول لكم، ريحته جنان، ريحته حلوه قوي، هي كلها روعه حقيقي.
شوفوا المنظر الجميل ده. اللون اللي فوق ده كده خدوه، بيدي طعم حلو قوي في طعمها. كده من ده كده باللون ده المحروق ده. بيديها ريحة وبيديها طعم. ايوه حاجة بقى خلاص، روعة روعة روعة. خلاص انا فاضل ثواني وهطفي عشان مش عايزاها تبقى ناشفة قوي، عشان لما تتحط في السندوتشات يبقى فيها شوية صوص برضه. فهمتوني؟ مش بحمرها انشفها تبقى حاجة ناشفة كده لا، لازم ايه تبقى فيها شوية صوص برضه. لان انا كده خلاص هطفي عليها، هي كده ايه اتظبطت على الاخر. بس كده حلو قوي. بس هو ده الشكل اللي انا عايزاه يا جماعه. مش عايزه يبقى فيها صوص كده، يبقى حلو في السندوتشات، ما تبقاش ناشفه. فهمتوني؟ والفلفل يبقى زي ما شفتوا كده، والله العظيم ريحتها في منتهى الجمال. عارفين انتوا زمان كده كنتوا بتشموا ريحه الكبده واحنا ماشيين كده في الشارع، الروايح الجميله، الروايح بتاعت زمان بقى. عايزه اقول لكم التوضيبه دي جايبه الريحه بتاعت زمان قوي قوي. مش حاجه ملهاش ريحه ولا طعم ولا لا، جايبه الريحه بتاعت زمان. الحاجات دي بتفكرنا بالذكريات الجميله على فكره. لما بنقول كده بيبقى اكل زمان ده هو اللي كان ليه طعم حقيقي. والحاجه عشان يبقى ليها طعم لازم توضبيها وتنزلي بالحاجات بتاعتها في الوقت المناسب. فهمتوني؟ بس يلا بينا نروح نغرف اكلنا. السلام عليكم، رجعت لكم اهو عشان نعمل مع بعض سلطه الطحينه بتاعتنا. عشان الاكله دي طبعا اساسها ايه؟ سلطه الطحينه وسلطه الكبده. تمام. بس ننزل الطحينه دي اللي احنا عاملينها مع بعض اهو. شفتوا بقى الحاجه جميله وقاعده ازاي من ساعتها اهي. زي ما شفتوا كده حطينا الطحينه اللي احنا عايزينها، وبعد كده ايه التوم بتاعي اللي مدقوق اخده اهو من الهون بتاعي اهو. بقيه التومه بقى، خدنا التومه قسمناها على كام حاجه دي كده فاضل حته التومه اللي على قد سلطه الطحينه بالظبط اهي. ايوه شفتوا بقى الحاجه ازاي؟ تعملوا حاجتكم مره واحده عشان تخلصوا. مش كل بما ان هي تومه فيها التتبيله بتاعت كل الحاجات، يبقى خلاص المانع ان ندقها كلها مره واحده اه، في قلبيها كل حاجه برضو. خلاص كده. بس كده انا خدت التومه بتاعتي اللي انا عايزاها اهي. نزود كده بس شويه، واحط ايه الخل بتاعي من الرحيم. مكترش خل قوي برضو عشان ما تبقاش زاقه وتضايق اي حد. من هنا بقى هبدا اقلب بالشوكه. انا كده خدت التوابل بتاعتي وهبدا ايه، لازم نربها زي ما بنرب البيض كده، بس بالراحه عشان ما تدلقش يعني، عشان تبقى هشه وجميله والحاجه كلها تدوب صح معانا. بس اهو بصوا المنظر ده، هو ده المنظر اللي انا عايزاه في قلبها. التومه دي فيها الفلفل الحامي وفيها الملح والكمون والفلفل الاسود وكزبره. تمام. نقلب كده الاول كويس وبعد كده احط الميه يعني، بس الاول بندوب الخل مع التتبيله مع الطحينه. الاكله دي ما تتاكلش غير كده بالتوضيبات دي كلها عشان ايه تتفتح نفسكم وتبقى اكله حلوه كده. وادي الميه بتاعتي، احط الميه برضو ايه على قد ما انا عايز، احط حبه حبه عشان ايه ما تبقى صايصه مني، وتبقى مظبوطه. واخد من الجناب كده عشان تدوب من الجناب ومن كل حته اهو.
دي الطحينه اللي احنا عاملينها مع بعض من ساعه ما عملت السمك، والله هي دي بقيتها. قاعده بقالها قد ايه وزي الفل، والله حاجه حكايه ما شاء الله. بص حاجه بتتعمل جميله ازاي. وساعتها قلت لكم ايه، سووا الدقيق لازم يستوي. اوعوا تنسوا موضوع تسويه الدقيق دي، محدش يحط دقيق ني في اي اكل، اوعوا. ايوه، محدش مستحمل قولونه يتعب ومصارينه والقصه دي، الحاجه النيه مش تمام. ايوه، حبه خل تاني كده عشان حاسه محتاجه شويه خل عشان يدوها الطعم كده الحلو. الازازه منها قربت تخلص، الخل لما بيجي في الاخر كده تحس انه طعمه وريحته بيبداوا يروحوا شويه، عشان كده انا حطيت شويه تاني. لكن لو ازازه لسه مفتوحه ما حدش يحط ويدلق منها كده خالص، بتبقى لسه بقى لسه بريحتها وبطعمها. فاهمين ازاي؟ زي البيبس واي حاجه بتقعد ريحتها وطعمها بيطيروا. البيبس والحاجات دي الصودا بتاعتها برضو لما بتقعد بتروح منها، وهكذا. اوعوا حد يحط خل كتير وهي الازازه لسه مفتوحه ولسه جديده، انا عشان هي في الاواخر خلاص معرفكم، عشان محدش يقول ايه ندلق خل ما هي دلقت، لا. انا عشان انا شم ريحتها وانا قاعده، عشان انا بقول لكم لازم احنا نشغل دماغنا، مش شرط الكلام اللي بقوله يبقى مظبوط مع حاجتك اللي عندك. فهمتوني؟ حلوه جدا، بس محتاجه ايه، ذره ملح خفيف كده. ايوه، انا دايما ملح بيبقى هادي عشان الحاجه ما تحدقش مني بعد كده. زي ما انتم شايفين اهو، حسيت ان انا عايزه ملح في اي حاجه بروح حاطه اهو، لكن ما ادلقش في الملح وحاجه تبقى حادقه معايا واجي اعالجها بقى ازاي. في حاجات بتتعالج زي ما قلتها لكم، اللي بنعالجه لما تكون الحاجه بتحدق مننا، وفي حاجات ما ينفعش، مش كل حاجه نقدر ايه نلحقها بالمعنى. لو احدقت دي كنت هضطر احط طحينه وشو تاني واظبط، بس كده حلو زي الفل. بس الحمد لله كده اكلنا كله خلاص، خلصنا اكلنا كله زي الفل اهو. هنكمل بقى بقيه الاكل ونعرف بقيه الاكل وهرجع لكم تاني. يلا مع السلامه. السلام عليكم، رجعت لكم اهو بعد الاكل بتاعنا اهو ما خلص. اكل اهو في منتهى الجمال. الكبده بتاعتنا اهي جميله ما شاء الله، طريه خالص اهي زي ما قلت لكم. ما تزودوش عليها النار عشان ما تنشفش منكم. خلاص كده. وديت سلطه الطحينه بتاعتنا اهي الجميله اللي احنا عاملينها مع بعض هنا. وايه، ودي سلطه الكبده يا جماعه اهي، بصوا المنظر. دي سلطه الكبده بتاعت المحلات، ده كده اللي جواه لسان عصفور والثوم والفلفل الحامي والتوابل، الملح والفلفل الاسود والكمون والكزبره الناشفه، اتحمصوا زي ما شفتوا نفس ايه الطريقه الجميله اللي انا قلت. بصوا المنظر عامل ازاي، رائع. دي اسمها سلطه الكبده، اللي احنا لازم نحمر شريحه كبده بالرده برضو عشان تدي نفس الطعم ونفس التيست كده. وبنقطعها قطع بعد ما بتتحمر زي ما شفتوني كده، وبروح حطها في قلب الايه، في قلب سلطة الكبدة، في قلب لسان العصفور والطماطم والقصة دي. بحط الطماطم فوق لسان العصفور وفوق التومة، وهي الطماطم بتتسبك منها فيها بيكون لسان العصفور استوى، ووطي عليها النار خالص عشان ما تتحرقش مني برضه، وبتطلع زي ما انتم شايفين في منتهى الجمال. لقيت الطماطم نشفت منك زودي لها شوية مية. فهمتوني؟ يعني انا دي كده زودت لها شوية مية، بس كانت الطماطم اتسبكت. ايوه، مش وهي لسه نيه. تمام. وادي الكبده بتاعتنا، الكبده الاسكندراني الجميله اهي. بصوا فيها صوص ازاي، ما تبقاش ناشفه. ايوه، اعملوا فيها صوص كده عشان يتحط في الساندوتش كده ويبقى طعمه ايه، جميل. اقلبها لكم عشان تشوفوا لونها كده، فيها الصوص بتاعها. بصوا مش ناشفانه خالص، لا. وفي نفس الوقت مش مليانه ميه ولا حاجه، ده حبه صوص صغيره جدا. وانزلوا بالفلفل الاخضر في الوقت اللي انا ايه وريته لكم، عشان يفضل على خضاره كده وما يتبلش. وهو في الاكل بتقطم القطمه كده بيبقى هو كده جميل، بيقطم يبقى حلو قوي. وادي الطماطم بتاعتنا
الفلفل الرومي والخس وفي جرجير الحقيقة. فين الجرجير؟ هجيب لكم الجرجير دلوقتي. جرجير تحت اهو هنا. اه وفي جرجير تاني، يعني دي كده جرجير وخس وطماطم وشرايح فلفل رومي والطماطم دي زي ما انتم شايفين كده عليها لون اهو. ده كمون بملح، لازم ترشوها كده حبة ملح بكمون كده، هتديكوا طعم وتست حلو قوي قوي في الاكلة دي. انا عايزاكم تاكلوا الاكلة دي زي ما هي، ايه رأيكم؟ ما تغيروش فيها اي حاجة، هتحسوا باحساس بقى في منتهى الجمال. تمام. ودي قرن فلفل حامي كده، اللي حابب ياكل قرن فلفل حامي. طبعا انا التتبيله كلها اللي موجوده فيها ايه؟ فيها فلفل حامي بس مش مخليه حامي قوي. وادي الفينو بتاعنا اهو. تمام. اعمل لكم بقى سندوتش كده قدامكم. وادي العيش البلدي، عشان كل نوع بيتاكل بنوع عيش. الكبده اللي هي البانيه ديت بالرده، دي بتتاكل في العيش البلدي. والكبده العصافيري الاسكندراني بتتاكل في الفينو. كل حاجه زي ما قلت لكم سبحان الله ليها طعمها. يعني ديت لو كلتوها في الفينو البانيه دي مش هتبقى حلوه زي ما تاكلوها في البلدي. كل حاجه سبحان الله. ودي احلى في العيش الفينو. زي ما متعودنا وكلناه واحنا صغيرين، هو ده طعم الحاجه والله اللي بناكلها واحنا صغيرين. فاحنا بنبقى حابين ناكل بنفس المذاق ونفس الطعم، عشان هو الطعم ده اللي مش رايح من بالنا، ولا فاهمين ازاي؟ عشان كده بنحب اكل زمان الحقيقة، مش رايح من بالنا، بطعمه بريحته بشكله بطريقته بكل حاجة، يعني بسلطاته ببابا غنوج. تمام. اعمل لكم بقى سندوتش كده والكبده اللي هي البانيه بالرده، واعمل لكم سندوتش بالفينو ونظبط الدنيا. ماشي. ادي الكبده بتاعتنا الجميله، سندوتش الكبده بتاعنا. ريحته مش قادره اقول لكم عامله ازاي. ان شاء الله حاجه جميله، حاجه بصراحه تفتح النفس يعني. حاجه روعه روعه روعه. وادي سلطه الطحينه عليه اهو. تمام كده اهو. كده السندوتش بتاعنا الجميل، في قلبيه طماطم اهي. ادي كده السندوتش بتاعنا. وادي الجرجير اهو جبته لكم عشان يبقى باين الجرجير كده مع الاكله مع كل حاجه. فهمتوني ازاي؟ ده سندوتش كده حاجه محترمه محترمه محترمه. ونبين الكبده اهي عشان تبقى باينه ان دي سندوتش الكبده العصافيري اللي هي الجميله اهي. ايه رايكم في المنظر الرائع ده بقى؟ اهو شفتوه عامل ازاي؟ وادي السندوتش التاني. ده كده نحط فيه بقى الشريحه. بصوا الطريقه عامله ازاي. عايزاكم تاكلوها كده ما تسووهاش قوي عشان ما تبقاش ناشفه. فهمتوني؟ اهو. ده كده نحط عليه بقى؟ سلطه الكبده اللي مفيش اجمل ولا اروع، ولا ريحتها جميله 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 اهو. ده كده بيتعمل بسلطه الكبده زي ما انتوا شايفين المنظر الرائع ده. ايوه. وفيها شريحه الطماطم وبرده الجرجير الجميل اللي مفيش اجمل من كده اهو. خلاص كده عشان مكترش، عشان الحاجه تبقى باينه وواضحه اهو. عايزين تحطوا كمان سلطه الطحينه عليه حطوا، بس انا زي ما تقولوا بقى مش عايزه اكلكع الدنيا، عايزه الحاجه تبقى كده باينه عشان السندوتش بتاعنا يبان. ده انا نسيت وحطيت عليها من ده، معلش بقى اتلخبطت. اهو كده حلو قوي اهو. ده السندوتش الكبده بتاعنا التاني اهو. اهو. وعايزين تحطوا من ده على ده جميل، صوص حلو يعني اهو. بصوا بقى المنظر الجميل ده. انا عايزاكم تاكلوا بالمنظر الحلو قوي قوي دوت. حاجه اهو في منتهى الجمال والروعه. ودي كبدتنا ودي اكلنا الجميل اهو زي ما انتوا شايفين كده. وقرن المخلل اهو. ايه رايكم بقى؟ عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في المنظر الجميل ده وفي الاكله الروعه دي. اعملوا كده بقى لاولادكم، كلوا بالف هنا وشفا. انتوا ولادكم كده فلفل الرومي
وبألف هنا وشفا عليكم اللي هيعمل الأكلة بالطريقة الحلوة دي وهياكل، وبألف هنا وشفا علينا احنا اللي هناكل. متنسونيش بقى في الدعاء كده، ادعولي كده ربنا يعيني ويقويني ويشفيني ويشفي كل مريض يا رب. واعملوا الأكل الجميل ده كده لولادكم بالطريقة الحلوة دي، وبصراحة الحاجة طعمها وريحتها ومن أجمل ما يكون. بألف هنا وشفا عليكم وعلى أولادكم كده يا رب وعلينا جميعا. وما تنسونيش بقى في السبسكرايب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب لو الحاجة عجبتكم، والشير عشان إيه يوصل لكم كل جديد، وعشان الناس كلها برضو تتعلم. وزي ما قلت لكم كده، زي ما أنا هاخد الثواب عشان أي حد بيكتسب مني أو بيتعلم مني أي حاجة ولو حاجة بسيطة، فأنا باخد الثواب ان شاء الله. يعني ربنا يديني الثواب ان شاء الله، اتمنى ذلك. وانتوا كمان تاخدوا الثواب بالشير بتاعكم تمام. وشيروا لاصحابكم كده وحبايبكم كده عشان كله كده يشوف الدنيا عامله ازاي. وقولوا لي كده ايه الاخبار، وعجبكم الحاجه الاكل ولا لا، وعرفوني الدنيا شكلها ايه. وطبعا انا بشكر كل الناس اللي دخلت عندي جديد على صفحتي، بشكركم كلكم يعني الحقيقه يعني. تعليقاتكم الجميلة كلها على راسي، وأنا الحقيقة يعني مبسوطة جدا وفرحانة بكلامكم الجميل ليا، وسعيدة بيكم وسعيدة بالكلام اللي بتقولوه انتوا كل أصحاب القدام. ربنا يبارك لكم كلكم، وربنا يجازيكم خير ويجازينا خير ويجازي كل واحد خير على قد ما ايه ما بيكبر بخاطر حد يعني إنسان الجبر الخواطر ده دي حاجة يعني عظيمة جدا عند ربنا يعني. وربنا يكبر بخاطرنا كلنا كده إن شاء الله. و... والدعاء ليا بقى والإعجاب والاشتراك في القناة. اشتراك يا جماعة عشان القناة تكبر بيكم كده، وكلامكم الجميل اللي أنا بصراحة مش قادرة على الكلام الجميل اللي انتوا بتقولوه لي ده الحقيقة يعني. عاجزة عن الشكر الحقيقة يعني. شكرا ليكم، مع ألف سلامة.